اللي هو ده جاهز للتفكيك. طبعا ادقق باسود، احنا ما فصلناش الخامه السود. سنتي، حوالي سنتي الا ربع، وابتدي افصل الخامه بتاعتي. ده محتاج، ده حوالي متر، محتاج 2 أو 3 أو 4 حسب شغلي. دلوقتي الجزء بتاعي اهوت وجاهز للتفكيك. الحرف بتاعنا اهو، بالمقص اخد زاويه حاده عشان اعرف ادقق وابتدي بالتدقيق. وانزل الحرف بتاعي اهوت وين تحت. ادي الجزء بعد التدقيق، ولكن هنسيب اول خرم واخر خرم. دلوقتي هننزل الجيب ده على الجيب دوت. ما ننساش قلنا لزقنا هنا جزء هنا عشان الخامه ما تبقاش خفيفه. محتاجين الكله الحمراء، الناحيه الثانيه ده اللي هو الحرف دوت هنزوه هنا، والناحيه الثانيه هنلزقها هنا. نسيب لما ينشف خالص، بعد كده نلزق الجزئين. الشاكوش ونفس العلام اللي علمناه في الاول، النص سنتي، والنص سنتي برضك بتاعنا اللي هنا.
وهنبتدي نخرم او نبتدي نعلم التخريم اللي احنا عايزينه. خرم هنا، مننساش خرم هنا، خرم هنا، خرم هنا، خرم هنا، وخرم هنا، ونبتدي نعلم السنتي بتاعنا. هنبتدي التخريم. طبعا ما ننساش الحرف بتاع الجزء دوت في التخريم هنخرمه. المسافة سنتي من الخرم. خرمنا المحفظة وأصبحت جاهزة للتدكيك. ادي الإخرام جاهز للتدكيك، والخرم معدي الناحية التانية عشان ما يتعبنيش. تمام. وادي الشريط اللي احنا فصلناه بالمقص، ونبتدي التدكيك. ان شاء الله اللي حد يكلمني على القناة يقول لي انا فعلا عملت محفظة، ابقى سعيد جدا اني اقدر اوصل المعلومة للاخرين. سعادتي كل سعادة ان اوصل معلومتي للاخرين انهم يفهموها وينفذوها. مهم جدا التنفيذ، مهم جدا التنفيذ. وادي المحفظة بعد ما انتهيت منها، ويا رب حد ينفذها ويكلمني على القناة يقول لي أنا فعلا نفذت محفظة في البيت بطريقة يدوية. وإلى اللقاء في فكرة جديدة ومعلومة أخرى، والسلام عليكم.